اللي كان يحكي فيه هذاك الواقع اللي تعيشوا على التيران. اليوم عندنا نواة وبوادر نتاع منتخب. وقت اللي نشوفوا المجموعه الحاليه تلقى دحمان، دبشي، الطالبي، كشريده، الغندري، برمضان، الصخيري، العيدوني، بن سليمان، المجبري، غيلان وجبالي. هذوما وقت اللي نحط اوبجيكتيف نتاع ماغرو سيكل كيما قلنا باش نحكيو على 4 سنين القدام وعلى كاس عالم قبل ما نحكوا على الكوب دافريك، خاطر لي زوبجيكتيف المفروض فيهم الميزو سيكل، الميكرو سيكل، الماكرو سيكل اللي نوصلوا للماغرو سيكل. اليوم نحن يلزمنا برمجه طويله المدى، يلزمنا استراتيجيه طويله المدى. عندنا مجموعه ثانيه فيها بن وناس، فيها يان فاليري، فيها عمر رقيق، سيف الله لطيف، الياس عاشوري، محمد الحاج محمود، شيم جبالي، ادم قرب، الياس دمرجي، جاسر الخميري، حسن عياري، تونيكتي، ادريس الميزوري، وعامر العيوني. عندنا مجموعة ثانية اللي يلزم إعادة فتح باب التفاوض من جديد، وهذه دور محمد بن عثمان، محمد سليم بن عثمان. اليوم اسماعيل الغربي كما كان يحكي بكري طارق، فما يوسف الشرميتي، فما ياسين العياري وطه العياري. هنا عندنا مجموعة اللي تعطيك نواة منتخب والا بوادر طيبه المنتخب تنجم تحضر به ل4 سنين القدام اذا مش اكثر. خاطر اذا باش تحكي على العمر، الناس هذه في معدل نتاع اعمار 22 23 سنه. الناس هذه اليوم تجمع بين الخبره ولعبت في منتخبات شبان من جونيور الاولمبيك للسينيور، وفي نفس الوقت ثم مجموعه اللي موجوده حاليا ومشاركه حاليا في كاس العالم اللي قادره انها تاطر المجموعه هذه. اليوم فما منظومه ثانيه يلزمها دون لوبليغاسيون باش نرجعوا لها، اللي هي منظومه دوله ولا استراتيجيه وزاره الرياضه. في منظومه كانت موجوده سابقا اسمها لا ديتيكسيون اي اورينتاسيون دي جون تالون. هذه منظومه خدمت، هذه خرجت لنا منتخب 2001، هذه اللي خرجت حبيبه الغريبي، هذه اللي خرجت انس الجابر، هذه اللي خرجت اسامه الملولي. المنظومه هذه كانت تعتمد على مدرسي الرياضه في المدارس وفي المعاهد، يتم اختيار افضل العناصر على مستوى المنطقه ثم الجهه ثم الزونال ثم الوطني باش تخرج منها نواه المنتخب. المنظومه هذه ما تتكلف حتى شيء على الدوله لانها تخدم بالاساتذه اللي قاعدين يقريوا فيهم، لكن قاعده توفر لك في دي تالون سور دي باز سيونتيفيك اللي تنجم تبني وتخدم عليهم. اليوم اذا نحبوا نرجعوا ونحبوا نخدموا، لا نقول لك عكس ما قال خويا كريم بكري شويه انه في تونس ما عادش معناها فسخ وعاود من جديد. اذا باش تفسخ وتعاود من جديد فقدت لي ريبير نتاعك الكل، فقدت كل ما هي النقاط الايجابيه خرجت منها. باينه ماذا الاساس نتاعك خايخ. هذاك علاش قلنا المنظومه هذه يلزمها اليوم ما هيش خدمه فيدراسيون وحده وما هيش خدمه وزاره وحده، يلزم اشتراك الطرفين فيها. والنقطه الاهم الانفراستركتور هذه اللي جايينها، الانفراستركتور اللي يلزم فيها تدخل حتى من رئاسه الجمهوريه، حتى باللونتروتيان تاع لي تيران اللي المفروض يتم التعاقد مع شركه مختصه اللي تقوم هي باللونتروتيان تاع لي تيران. لانه اليوم عندنا حتى تيران يصلح في تونس وتحكي على تكوين وتطوير وتحب توصل للكوب دافريك وتحب تعمل العالميه من لا شيء. واضح هذا الكل مهم.